اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ عظمة بجد. شوكليت كيك، تقولي عليه جاتو، تقولي عليه اللي تقوليه، تسميه زي ما تسميه، بس هي حاجة كده فظيعة بجد. بسم الله ما شاء الله عليها، يعني شكل وطعم وحاجة كده ب3 طبقات رهيبة رهيبة كده. شايفين الجمال؟ شايفين عاملة ازاي؟ يعني ممكن تعمليها بقى في أي مناسبة ليكي، في عيد ميلاد، في العيد الكبير. طبعا ما بنعملش فيه لا كعك ولا بسكوت ولا الكلام ده، بنعمل فيه حلويات زي كده أو جاتو. يعني تنفع لأي مناسبة حلوة عندك في البيت. تجنن، جميلة جدا ما شاء الله عليها، وطرية ورطبة جدا جدا. وطعمها ايه؟ مقولكوش بقى على طعمها. لازم بقى تجربوها وتحكموا بنفسكوا على طعمها. ما شاء الله عليها، حاجة كده خرافة. يعني بما ان الاسعار بقى الايام دي يعني مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، زايدة جدا جدا فوق الحد. انت ممكن تعملي ده بقى في البيت لأي مناسبة، هتوفر على نفسك كتير جدا بصراحة. معايا كوباية وربع من الدقيق، يعني كوباية دقيق ومعلقتين دقيق كبار كده. حطيت عليهم باكت من البيكنج باودر، ورشة صغيرة من الملح، وهنحط عليها اللي أنا لسه حاطاه ده إيه، يعني ذرة كده من البيكنج صودا أو الكربوناتو، يعني حاجة بسيطة جدا كده بطرف المعلقة. دول بقى معلقتين الكاكاو الخام اللي أنا حطيتهم على الدقيق. طبعا ركننا بقى إيه كده المواد الجافة بتاعتنا، ونشوف بقى السوائل هنعمل فيها إيه دلوقتي. معايا بيضتين كبار، ومعايا إيه تاني، نص كوباية من الزيت، وكوباية إلا ربع سكر، وكوباية إلا ربع من الحليب. هنحط على البيض ده طبعا 2 باكت من الفانيليا، وهنحط عليه كمان معلقة كبيرة من الخل. شايفين دي السوائل بتاعتنا. طبعا الخل يا جماعة محسن حلو قوي قوي للكيك، بيخليها هشة جدا وطرية وجميلة جدا، يعني حلوة قوي. معلقة الخل لازم تحطيها. طبعا أنا حطيت الفانيليا، وهنحط بقى معلقة كبيرة من الخل، وهنشوف بقى بقية السوائل بتاعتنا كلها نحطها على بعضها في البولة دي. هنحط بقى السكر بتاعنا اللي هو كوباية إلا ربع من السكر، وهنحط نص كوباية الزيت بتاعنا، وهنحط كوباية إلا ربع من الحليب. طبعا يا جماعة الكوباية اللي هنعاير بيها كلها واحدة، والدقيق وكل واحد. طبعا كوباية إلا ربع من الحليب. والبولة الصغيرة دي بقى فيها ايه؟ فيها معلقة كبيرة من النسكافيه او قهوة سريعة الذوبان. انا مدوباها في معلقتين مية كده. حطينا الخليط كله على بعضه كده وضربناه في الخلاط كويس جدا لحد ما بقى زي ما انت شايفة كده بالظبط. نجيب بقى المواد الجافة بتاعتنا ونقلبها كويس جدا، وبعدين هنحط بقى عليها السوائل. شايفين يا جماعة ريحتها تجنن اصلا، وانت بتقلبي فيها كده ريحتها حلوة قوي قوي بجد، جميلة جدا ما شاء الله عليها. ما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو، ولا ما اشتركش معايا في القناة اشتركي علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا لازم نقلبها كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش فيه دقيق لازق في البولة من تحت. شايفين قوامها يا جماعة؟ حلوة قوي قوي كده. قوامها جميل كده ومش محتاجة اي حاجة تاني، امشي على المقادير بس اللي انا قايله لك عليها. طبعا دي الصينية انا دهنتها دهنة من الزيت، وفضيت بقى الخليط بتاعي، ولازم تسويه كويس قوي بأي حاجة كده علشان خاطر الكيكة تطلع متساوية. وطبعا انا خدت الصينية كده على السجادة في الصالة وخبطتها خبطتين كده علشان خاطر برضو السطح يبقى متساوي. هنسويها بقى على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني من غير ما نولع الشواية، وهي هتستوي تبقى حلوة قوي. طبعا دي الكريمة بتاعتي، انا عملت كوباية من الكريمة وكوبايتين من المية المتلجة اللي انا مدوبة فيها سكر، ضربتهم كويس قوي. دي بقى معلقتين ايه، ميكس تيلا او الشوكولاتة اللي هي قابلة للدهن دي، او نوتيلا او سما، اي نوع شوكولاته موجود عندك يعني. وعلى فكره الشوكولاته دي يا جماعه بتدي طعم جميل جدا للكريمه. وبعدين في منها يعني اللي بيتباع ربع كيلو واحجام صغيره، يعني بيبقى سعرها مش غالي. طبعا الكيكه يا جماعه لما بردت خالص انا خرمتها بقى بعصايه الشيش طاووق دي. ودي كوبايه من الحليب عليها معلقه برضو من الشوكولاته اللي هي قابله للدهن، وانا مقلباها فيها كويس جدا ومدوباها. هنسقي بيها بقى الكيك بتاعنا، وهتشرب بقى اللبن بتاع اللي احنا مدوبين فيه الشوكولاتة ده، وهتبقى طعمها ايه جميل جدا. دلوقتي بقى بعد ما شربت اللبن بتاعي او الحليب، هنحط عليها الكريمة بقى.
الكريمة يا جماعة بعد ما تضربوها لازم تتحط في التلاجة علشان ما تسيحش مننا، إحنا مش في الصيف أيوه برضه، بس هيبقى قوامها مش زي ما أنتِ شايفة خالص، لازم تتحط في التلاجة. حطينا بقى الكمية اللي إحنا محتاجينها وهنفردها بقى كويس جدًا، نحاول برضه إن السطح يكون متساوي، يعني نحاول نسوّيها كويس أوي علشان خاطر هنحط طبقة الشوكولاتة من فوق تبقى متساوية مش تبقى معروجة، أو الشوكولاتة تنزل في يمة كده تبقى واطية ولا حاجة، زي ما أنتِ شايفة كده، أنا على قد ما قدرت يعني سويتها. دول معلقتين برضه من الشوكولاتة اللي هي سما أو ميكستيلا، أنا دي ميكستيلا اللي أنا مستخدماها يعني، باحب طعمها أوي، وطعم البندق فيها فظيع بيخلّي طعم الكيكة رهيبة بجد. أنا سيّحتها بقى على حمّام بخار وحطيت عليها معلقتين من الزيت، دول معلقتين شوكولاتة بس يا جماعة. طبعًا هي لمّا ساحت أنا سِبتها هديت من درجة الحرارة شوية، علشان خاطر أنا لمّا أحطها على الكريمة كده ما تسيّحهاش. وطبعًا برضه هنفرد الشوكولاتة كويس جدًا، وبعد ما نفردها لازم نحطها في الفريزر 10 دقايق، علشان خاطر يعني شوية كده وهتلاقي بقى الكريمة ساحت معاكِ وهتبوّظ الدنيا. لازم نحطها لو أنتِ هتزينيها من فوق زي يعني هتحطي أي حاجة فوقها تاني، حطها في الفريزر، إنما مش هتحطي حاجة حطها في التلاجة بقى لمّا تاكليها وبألف هنا يعني. شايفين أنا حطيتها 10 دقايق بالضبط في الفريزر. هاقطّعها بقى إيه، قطّعها حسب ما أنتِ حابة قطع كبيرة، صغيرة، زي ما تحبي. طبعًا أنتِ لو مش حابة إنِّك تزيّنيها من فوق بأي حاجة هي كده جميلة جدًا يعني، بس بما إن أنا بقى عندي شوية كريسب كده قُلت أمّا أحطهم بقى فوق الوش كده يدّوا لها شكل حلو يعني. أنتِ شايفة شكلها إزاي قبل أمّا تتزيّن أو قبل ما أحط الكريسبي، وبعد أمّا حطيتها بصراحة فرق معاها جدًا في الشكل، إنّما في الطعم طبعًا لأ، يعني الكريسبي ده مش هيفرق في الطعم نهائي، ممكن تحطّي بَشر شوكولاتة، شوية كاكاو، أي حاجة أنتِ عايزة تحطّيها. ما ننساش بس يا جماعة نعمل لايك للفيديو، واللي ما صلاش على النبي يصلي، واللي ما اشتركش عندي في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الجمال القطع يعني، أقول إيه، الصينية دي حاجة كده يعني ما اقولكوش على طعمها، والله رهيبة رهيبة كده، شكلها وطعمها جميل جدا ما شاء الله عليها. جربوها يا جماعة ومش هتندموا. شايفين عاملة ازاي ومرتفعة يعني كده، وحاجة كده لذيذة جدا جدا جدا. يعني لمّا تجرّبيها عيالِك هينبهروا من طعمها، وأي حد هياكلها هيقول لِك أنتِ جايباها جاهزة من برّه دي، طعمها ما يفرقش خالص عن الحلويات اللي بنشتريها من محل الحلويات، اللي هو بتاع الجاتوه والتورت والكلام ده، حاجة لذيذة جدًا، جدًا ما شاء الله عليها. يعني لمّا يبقى جاي لِك ضيوف أو عندِك أي مناسبة في البيت هتعمليها، يعني كل اللي هياكلها هينبهر من طعمها. يعني ومش هتكلفِك كتير زي ما هتشتريها جاهزة من برّه، طبعًا حاجة في البيت أنتِ ضامنة نضافتها وطعمها يعني ما أقولكيش على طعمها، لازم تجربوها، وبألف هنا وشفا للي يجربها.